Ellos dos no estaban para empezar el partido y empezaron en el banco. Teníamos pensada la entrada más o menos de los dos. نفكر في إقحام اللاعبين في أول 15-20 دقيقة من الشوط الثاني. أندريس أصيب في الركبة وقررنا أولا إقحام ليو ميسي، بعد ذلك نيمار. مساء الخير، فرميتا من ديبورتيس مدريد. ربما كانت المباراة التي واجهتم فيها صعوبة أكثر ولم تكن هناك أي فرص واضحة. من الواضح عندما تلعب أمام أتلتيكو مدريد دائما أي فريق يجد هذه الصعوبات. نحن وجدنا فرصتين في الشوط الثاني وواحدة في الشوط الأول، ومن الواضح أنك أمام أتلتيكو مدريد لن تجد فرصا عديدة. عندما أتيحت لنا الفرص وضعناها خارج المرمى، وبعد ذلك كان هناك تصدي جيد من الحارس. أعتقد لم نتوقع فرص أكثر، ولكن من المهم أولا أننا أردنا أن نلعب وأن نفوز، وأيضا لم نعاني من المرتدات الأتلتيك. ألبرتو بريدا من أوندا ثيرو، أردت أن أسألك ما هو الفارق بين أتلتيكو مدريد في اليوم والذي لعبتم أمامه في السوبر؟ هي 3 تعادلات. هل تعتقد أن هذه المباراة في نهاية الدوري ستكون متعادلين في النقاط أيضا؟ ما سيحدث بعد 19 جولة لا نعرفه، ولكن نتوقع أن أتلتيكو مدريد سيواصل بنفس النسق. المباريات لم تختلف كثيرا، هي شبيهة مباراتان النهائي السوبر. كان دييغو كوستا كان على الطرف الأيمن ولعبوا ب5 لاعبين في الوسط، واليوم لعبوا ب4-4-3 وتحول كوستا مرة أخرى إلى الناحية اليمنى. ولكن خلال مجريات المباراة هذا هو التنظيم. لا أعتقد أن هناك تغييرات عديدة. كانت مباريات متشابهة، لم نحظى بهذه المساحات، وأيضا أتلتيكو مدريد كان ينتظر المساحات ليخرج في المرتدات. أعتقد أنها كانت مباريات متشابهة. من ESPN أردت أن أسألك في أول 45 دقيقة لميسي كيف رأيته، وبعد هذه هل تعتقد أنه سيواصل في الدخول تدريجيا إلى التشكيلة؟ هذا لا يغير كثيرا. لعب 30 دقيقة في المباراة السابقة، واليوم 45 دقيقة. كنا نعتقد أنه سيلعب دقائق أقل، ولكن بسبب إصابة إنيستا كان علينا إقحامه في بداية الشوط الثاني. كانت أمامه فرصتين للتسجيل وأن نتقدم في النتيجة، ولكن أيضا دائما تعاني من هذه الصعوبات التي يخلقها أتلتيكو مدريد، وهو يتراجع وقوي ويخرج في المرتدات. أعتقد أننا كانت مواقف صعبة جدا. سانتياغو تورياس من football.com. ربما اليوم شاهدنا تاتا مارتينو الحقيقي الذي أجلس ميسي على دكة الاحتياط. أنا دائما أقول نفس الشيء. أنا كمدرب يجب أن أتخذ القرارات الصعبة، وفكرتي كانت أن هذه هي الوضعية الأفضل. نيمار كان جاهزا لكي يدخل أمام ختافي، ولكنه تعرض لمرض في المعدة وتدرب أقل من بقية اللاعبين ولم يلعب أي مباراة، ولم يكن لديه الإيقاع. وحالة ميسي لعب نصف ساعة جيدة، ولكن لا يجب أن ننسى أنه قد غاب 60 يوما. ربما هذه الأشياء تنجح في بعض الأحيان، ولكن في نهاية الأمر أعتقد أن أي مدرب كان سيتخذ نفس القرار الذي اتخذته. الأسئلة الأخيرة. مساء الخير. سؤالان، واحد في الجانب الدفاعي والهجومي. أنت تعرف أن الفريق يدافع جيدا أمام فريق صعب بكل تأكيد.
la predisposición que hemos tenido أعتقد أن recuperar la pelota enseguida كان علينا استرجاع الكرة بسرعة وأن نتفادى لاعبين أتلتيك الأكثر مهارة ولا يخرجوا بالمرتدات. أعتقد أننا كان هناك تركيز كبير من اللاعبين بالرغم من أن في بعض الأحيان تعرضنا لضربات ركنية وربما هذا بسبب التنافس القوي. ولاحظنا كان هناك تركيز عالي جدا حتى في التغطية والدفاع. ما هو السؤال الثاني؟ هل تطمح في أن يلعب الفريق بتوازن أمام فرق منظمة؟ أعتقد أن اليوم لم تكن لدينا السرعة اللازمة وعدم الدقة في التمريرات ولم نحرك الكرة من جانب إلى آخر. أعتقد عن طريق جوردي الذي في نهاية الأمر سددها ليو ميسي ولكنها كانت فرص محدودة. من هذا الجانب في هذه النوعية من المباريات في هذا التكافؤ والتنافس القوي وتلعب أمام فريق في مستوى جيد جدا يجب أن تتحدث عن ميزات الخصم أيضا. أعتقد أننا لعبنا مباراة جادة وبتركيز كبير في الجانب الدفاعي وربما نقصنا بعض الشيء في الهجوم. السؤال الأول، هل هذه النتيجة ستحدد؟ ليس هناك، لا أحد يتذكر بطل الخريف. أنا أفضل أن أكون بطلا في الصيف القادم، هذا هو مثير للاهتمام أكثر. إذن تابعنا بالطبع المؤتمر الصحفي مباشرة في هذه الأثناء ليعقد لتاتا مارتينو.